الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لقائي بكم سيكون مختلف عن اللقاءات التي بدأناها منذ أول شهر رمضان. فبعد الهراء والهري الذي رأيناه وسمعناه ودار حول الهرة التي وثبت على كتف الإمام الجزائري وهو يؤم المصلين في صلاة التراويح، أنا تذكرت قصة لهرة أخرى كانت أكثر سعادة وأكثر حظا من هذه الهرة. وهذه القصة أنا كنت قرأتها منذ زمن بعيد، ولكن تذكرتها بالأمس القريب في ظل الأحداث الراهنة. وهذه القصة تبدأ عندما قامت إحدى المدعوات في حفل كبير وأمام كل الحضور، وبدأت تحكي وتروي حلم هي رأته في المنام، وهي تتمنى أن يكون من بين هؤلاء الحضور من هو خبير في تفسير الأحلام. وبدأت بقولها: أنا حلمي بسيط ولكنه مركب وهو غاية في التعقيد، فقد رأيت نفسي أسير في طريق مزدحم بالناس، وفجأة ظهر في هذا الطريق شخص وصاح بصوت عالي: قفوا أيها الناس! فنظرت حولي فرأيت الجميع قد وقف، فوقفت. ثم صاح هذا المنادي مرة أخرى بصوت عالي أيضا: أيها الناس، كل منكم يخرج قلما أو طباشير ويرسم حول نفسه دائرة. فنظرت فرأيت الجميع قد أخرج أقلاما وطباشير، وبدأ يرسم كل حول نفسه دائرة. فناديت على هذا الشخص: أنا لا أملك قلما ولا طباشير. فقال لي: ارسمي بإصبع يدك دائرة حول نفسك في الهواء. ففعلت. ثم نادى وصاح مرة ثالثة وقال: أيها الناس، كل منكم يلتزم دائرته فلن يستطيع أن يغادرها. وهنا سألها سائل من الحضور: هل فعلا كل منكم ظل في دائرته؟ فقالت له: نعم. فقال لها: ولما؟ قالت له: كان يمنعنا. فقال لها: ولكن دائرتك أنت كانت بلا حدود، أنت رسمت بإصبعك دائرة في الهواء. فقالت له: ولكن في مخيلتي كان لها حدود. فقال لها: ولما لم تغادريها؟ فقالت له: لأنني لم أرى أحدا غادر دائرته. المهم أننا ظللنا هكذا حتى غابت الشمس وأتى المساء وحل الظلام وخيم على المكان. وفجأة ظهرت قطة أخذت تتنقل ما بين الدوائر، وكل منا جال في خاطره أن لو كان مثل هذه القطة السعيدة التي تتحرك بين الدوائر بحرية تامة. وكأن القطة علمت ما يدور بداخلنا، نظرت بأعين يخرج منها شرر، وبرزت أسنانها وأخذت تسب فوق الأعناق، وكأنها تقول لنا: موتوا بغيظكم داخل الدوائر التي رسمتموها لأنفسكم. وأنا أذكر هذه القصة لعلها تكون حافز نخرج به من الدوائر التي رسمناها لأنفسنا. فحادثة القطة مع الإمام كل منا رآها في حدود دائرته، فمنا من رآها على أنها محتوى جاهز لعمل فيديو يعمل مشاهدات ويحقق أرباح، ومنا من رآها أنها انتصار للإسلاميين والمسلمين، ومنا من رآها وكأنها فيلم هندي. وأنا أتمنى أن نضع الأحداث في موضعها الصحيح دون تحيز، نضع الأحداث مجردة خارج حدود الدوائر التي رسمناها لأنفسنا، ونسأل الله أن يهدينا طريقا مستقيم. وأستودعكم الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.